اهلا بيكم فيديو جديد. في الفيديو ده انا عايز اقول لك بالتفصيل ازاي تسافر تدرس جامعه في المانيا. اغلب الناس بتفكر ان الدراسه في اوروبا او في المانيا تحديدا دي حاجه صعبه او معقده، بتحتاج ان انت تكون متفوق مثلا زياده او فز يعني علشان تعرف تسافر تدرس في اوروبا. لكن الحقيقه ان المانيا من اسهل الدول ان انت ممكن تسافر لها بغرض الدراسه لو انت عارف الخطوات صح وعندك خطه عمليه انت هتسافر تعمل ايه. انا بدرس ماجستير في المانيا بقالي حوالي سنه ونص ودلوقتي في اخر ترم دراسي ليا، وفي الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن ازاي تختار التخصص المناسب ليك، ازاي تلاقي الجامعات، ازاي تجهز نفسك لكل المتطلبات عشان تعرف تجيب قبول جامعي. كل ده بالتفاصيل كلها، وفي الاخر هنتكلم مع بعض في الاخطاء اللي بيقع فيها معظم الناس علشان تحاول تتجنبها وتتفاداها لحد ما ربنا يكرمك وتحقق الحاجه اللي انت عايزها. طيب مبدئيا، هو ليه اصلا في ناس كتير بتبقى عايز تسافر تدرس في المانيا؟ في كذا سبب الموضوع ده. اولا ان الدراسه في المانيا شبه ببلاش، انت مش بتدفع مصاريف للجامعه ولكن بتدفع رقم صغير بيتراوح ما بين 300 و 400 يورو في الترم. دي ما بتبقاش مصاريف الجامعيه ولكن تبقى مصاريف انت بتاخد قصادها حاجات زي مثلا تذكره مواصلات تركب بيها مواصلات في المدينه كلها ببلاش، وشويه خدمات في الجامعه. بس الدراسه الجامعيه نفسها ببلاش في معظم اجزاء المانيا، وفي المقابل بتاخد تعليم بجوده عاليه في المانيا اللي هي من اكبر الدول في اوروبا اللي فيها سوق عمل واسع. فمعظم الناس تبقى عايزه تسافر ان هي تدرس في المانيا بغرض ان هي بعد كده تلاقي شغل بشهادتها، لو هي مش عارفه تلاقي شغل دايركت بالشهاده اللي هي اخدتها مثلا لو هي درست البكالوريوس في وطنها زي مثلا مصر او الوطن العربي. فده بيبقى طريق لناس كتير بتبقى عايزه تهاجر لاوروبا. طريق الدراسه ده بيبقى طريق سهل نوعا ما. طيب لو انت عايز تسافر تدرس بره، في نوعين من الدراسه الجامعيه طبعا، اللي هي البكالوريوس والماجستير. اول حاجه نتكلم عليها هي دراسه البكالوريوس. اغلب البرامج الدراسيه في البكالوريوس هي بالالماني، في برامج قليله بالانجليزي بس المعظم بالالماني. فده معناه لو انت عايز تدرس بكالوريوس من الاول محتاج ان انت تكون اتعلمت الماني. قدام شويه في الفيديو هنتكلم عن متطلبات اللغه، بس دلوقتي ازاي نلاقي اصلا برامج جامعيه في التخصص المعين اللي احنا بندور عليه اللي احنا عايزين ندرسه. يعني الموضوع ده سهل جدا. المانيا عندها هيئه اسمها الهيئه الالمانيه للتبادل العلمي، ده فهرس من الجامعه في كل البرامج الدراسيه اللي ممكن اي حد يشوفها سواء بكالوريوس ماجستير دكتوراه، كلها موجوده في مكان واحد. محتاج بس تعرف ازاي ان انت تدور على الحاجات دي وتفلتر البرامج الدراسيه دي على الحاجه اللي انت بتدور عليها. اول حاجه هتخش على جوجل هتكتب DAAD فيطلع لك اول نتيجه في البحث اللي هي DAAD اللي هي الهيئه الالمانيه للتبادل العلمي. اول حاجه هنخليه انجليزي، هو الموقع فيه انجليزي او الماني، فبتخش على انجليزي وبعد كده بتنزل كده في الموقع، تفتح مقايمه دي بتبتدي تدوس على study research in Germany اللي هو انت عايز تدرس في المانيا. بتدوس هنا all degrees in Germany. وبعد كده نفترض ان انت عايز تدرس بكالوريوس تخصص مثلا حاسبات ومعلومات، فانت تختار البروجرام تايب اللي هو نوع الدراسه اندر جرادويت اللي هو بكالوريوس، ديجري بكالوريوس. بعد كده هنيجي ندور كده هنلاقي ان في كل الاقسام دي فيها مثلا بيولوجي، كيمستري، وهنا في كمبيوتر ساينس. فنلاقي ان في مثلا 1000 برنامج كمبيوتر ساينس اللي هو حاسبات ومعلومات. في البكالوريوس طبعا انت مش هتقدم على 1000 جامعه، انت هتقدم مثلا هتقعد تفلتر ان انت توصل في الاخر ان انت تقدم مثلا على 10 جامعات. بس دي طريقه التدوير، ان انت الاول تشوف الكتالوج يعني، وبعد كده تبدا ان انت تحصر الحاجات اللي انت بتقدم عليها على حسب مثلا الجامعه دي فرصه القبول فيها عاليه او لا، المدينه اللي فيها الجامعه والى اخره. فنلاقي ان في كل التخصصات دي كلها بتندرج تحت الكمبيوتر ساينس او الحاسبات والمعلومات. فمثلا هنلغي دي كده، نلاقي مثلا نقول ابلايد كمبيوتر ساينس، انفورماتكس، جيو انفورماتكس، مش عايزين كل الحاجات دي، عايزين نسيب بس الكمبيوتر ساينس. فبقى كده 600 او 619 برنامج دراسي حسب الفلتر اللي احنا حاطيناه ده، اللي هو انت بتدور على بكالوريوس في تخصص كمبيوتر ساينس او حاسبات ومعلومات. فاللي انت هتعمله ان انت تبدا تفتح كل برنامج. لما تدوس مثلا على البرنامج الدراسي ده هتلاقي ان في المعلومات الاساسيه عن البرنامج، الجامعه دي فين، الديدلاين امتى اللي هو تاريخ التقديم بتاعه امتى. في نوعين من الترم الدراسي، في الترم الشتوي والترم الصيفي. تبقى محتاج تعرف القبول في البرنامج الدراسي دوت، هل الجامعه في البرنامج الدراسي ده بتاخد في الترم الصيفي والشتوي ولا الترم الشتوي بس. مثلا معظم الجامعات تقبل ناس في الترم الشتوي بس، يعني بدايه الدراسه في الترم الشتوي، في جامعات الاثنين وفي جامعات الترم الصيفي بس. فانت محتاج تجمع كل المعلومات دي. فكل اللي انت هتعمله هتبدا ان انت تبص كده بشكل عام الجامعه دي موافقه للشروط الاساسيه اللي انا اعرف اقدم عليها ولا لا في نفس البرنامج الدراسي، مش بتشترط مثلا تقدير معين، تقدير عالي زياده عن اللزوم، او هي بتطلب متطلبات في الورق زياده غير المتطلبات الاساسيه اللي احنا هنتكلم عليها كمان شويه، لغه الدراسه والديدلاين. وبعد كده بتروح جايب مثلا اكسل شيت كده بتبقى تجمع فيه البرنامج اسمه، الجامعه، واللينك بس بتاعه مبدئيا، علشان احنا دلوقتي عمالين نبص في كل الجامعات او البرامج الدراسيه في التخصص اللي احنا عايزينه، وبعد كده نبدا ان احنا نفلترهم عشان نشوف ايه مثلا ال10 جامعات اللي احنا نقدم عليهم. طيب ده في حاله لو انت بتقدم على بكالوريوس. لو انت بتقدم على ماجستير بقى ايه الوضع؟ في الماجستير في برامج دراسيه كتير باللغه الانجليزيه اكتر منها في البكالوريوس. يعني انت لو دخلت برضو على موقع DAAD وشفت نفس الفلتر، يعني غيرت هنا الديجري خليتها بدل البكالوريوس خليتها ماستر اللي هو الماجستير يعني، وبعد كده جيت هنا شفت في بقيه الفلترز انت ممكن تختار المدينه واللغه بتاعه البرنامج. هتلاقي ان في جيرمان 8500 برنامج دراسي تقريبا، وبالانجليزي حوالي 2000، يعني 20% من البرامج الدراسيه بالانجليزي. ده رقم كبير مقارنه بالبكالوريوس. البكالوريوس ممكن تلاقي عدد اقل، يعني 5% ولا حاجه من البرامج اللي هي بتبقى بس بالانجليزي، وبتبقى تخصصات مش التخصصات يعني العلميه مثلا او كده، تلاقي كلها تخصصات مثلا ادبيه. ونصيحتي على فكره لو انت بتفكر تدرس ماجستير فيفضل ان انت تدرس بالالماني مش بالانجليزي، علشان ده بيحسن فرصك كتير ان انت بعد ما تخلص ان شاء الله ان انت تلاقي شغل بسهوله، علشان الشغل
معظمه بيطلب ان انت تكون بتتكلم الماني كويس. بس هنفترض في الحاله دي ان انت مش عندك الماني قوي وبتحاول مثلا بس ان انت تدرس بالانجليزي الاول، فممكن تدوس هنا على انجلش بدل انجلش وجيرمان، فتختار بس التخصصات اللي بتتكلم انجليزي او يعني الدراسه بالانجليزي، وتشوف برده كورس اوف ستادي. هتلاقي ان كل البرامج الدراسيه ديت ممكن تتفلتر منها. لو مثلا برده عايز تدرس كمبيوتر ساينس هنلاقي ان في مثلا 200 برنامج في تخصصات مختلفه تحت يعني الحاسبات والمعلومات. طب ايه الورق الاساسي اللي بيبقى مطلوب منك لو انت بتقدم على جامعه، سواء انت تدرس بكالوريوس او ماجستير؟ لو تدرس بكالوريوس فمطلوب منك شهاده الثانويه العامه، ولو تدرس ماجستير مطلوب منك شهاده الجامعه او شهاده البكالوريوس اللي انت درست فيه مثلا في مصر او سوريا. حاجه كمان جنب شهاده الجامعه لازم تبعت للجامعه ان الجامعه اللي انت درست فيها بكالوريوس دي معترف بيها في مصر. طب تعمل ده ازاي؟ في موقع تاني مهم لازم تبقى تعرفه اسمه انابين. انابين ده برده زي فهرس عام عاملاه المانيا في كل الجامعات اللي في الكوكب، تقدر انت تدور عليه وبتشوف التقييم اللي الموجود على الموقع ده بيقول هل المانيا شايفه ان الجامعه اللي انت درست منها بكالوريوس دي معترف بيها في المانيا ولا لا. لو انت دارس مثلا بكالوريوس فان انت محتاج الاوكي ده ان الجامعه بتاعتك دي ينفع تدرس بكالوريوس بعدها على طول في المانيا ولا لا. طيب تعمل ده ازاي؟ اول حاجه تيجي على جوجل كده وتكتب انابين فيطلع لك الموقع دوت في اول نتيجه بحث. الموقع كله بالالماني فلازم يعني تفهم على الاقل او ممكن تستخدم ترجمه جوجل عشان تعرف انت يعني بتدور على ايه. هتدوس على هنا انستتيون اللي هي يعني الهيئات التعليميه، وتختار البلد اللي انت جاي منها، الجامعه اللي انت درست فيها، وتشوف هل مكتوب في اتش بلس او اتش بلس سلاش ماينس، فده معناه ان الجامعه دي معترف بيها. لو لقيت العلامه دي فده معناه ان الجامعه بتاعتك اوكي، تقدر ان انت تطبع الورقه دي وبتقدمها مع الورق اللي انت بتقدمه للجامعه. دي من ضمن الحاجات اللي الناس بتسال فيها كتير جدا على الفيسبوك وعلى طول ان هو انا الجامعه بتاعتي معترف بيها ولا لا. دي الطريقه الوحيده. تختار هنا مصر، ومثلا انا درست في جامعه قناه السويس فاختار هنا مثلا اسماعيليه، بلاقي ان جامعه قناه السويس مكتوب عليها الشتاتوس اللي هي اتش بلس، فده معناه ان هي معترف بيها. لما ادوس عليها كده اي شويه معلومات عن الجامعه، وممكن ادوس هنا على طباعه، فانا هطبع الورقه دي اللي بتقول ان الجامعه معترف بيها. طيب هل لازم يبقى موجود ان كل الكليات اللي في الجامعه دي مكتوب فيها يعني موجوده في الصفحه دي؟ لا، هو بيكفي بس ان الجامعه كلها معترف بيها، فده معناه ان هو انت البكالوريوس بتاعك ده انت اخده من الجامعه دي وهي اخده اتش بلس او اتش زائد، فده معناه ان انت تمام يعني. على فكره لو شايف فيه لينكات كتير وتفاصيل في الفيديو مش مضطر انت تقعد تحفظ كل حاجه في الفيديو، هحط لينك هنا تحت في صندوق الوصف، ممكن تحط فيه ايميلك وهبعت لك فيه بي دي اف كل الخطوات وكل التفاصيل فيها اللينكات اللي احنا اتكلمنا فيها في الفيديو دي بالايميل. نيجي لمتطلبات اللغه. لو انت هتدرس بالالماني فانت محتاج تثبت ان انت بتتقن اللغه الالمانيه لمستوى سي 1. سي 1 ده علشان بتثبته بشهاده لغه معتمده. الشهاده دي مش لغه عامه ولكن لغه اكاديميه، لغه ان انا هعرف ادرس بيها في الجامعه. زي مثلا لو انت بتعرف بالانجليزي في مثلا توفل او ايلتس اكاديميك، فدي الشهادات اللغويه اللي بتقول ان انا مش بس بعرف مثلا انجليزي عام ولكن الانجليزي ان انا اعرف ادرس بيه في جامعه. نفس النظام بالالماني، في شهادات عامه زي مثلا شهادات جوتا، وفي شهادات تانية زي تلك هوخشوله او تستاف. لو انت هتدرس تستاف فانت محتاج تكون جايب 4 في 4 اللي هو على الاقل 4 من 5 في كل المحاور اللغه، الاستماع والتحدث والقراءه والكتابه، او امتحان اسمه دي اس هات 2 او دي اس اتش 2. الامتحان ده اصعب واحد على ما اسمع يعني. معظم الناس تمتحن يا اما تستاف يا اما تلك سي 1 هوخشوله. الامتحانين دول موجودين في مصر. تستاف بيتنظم من معهد جوتا في القاهره او اسكندريه، والمواعيد بتاعته بتنزل مره في السنه، وهو ما بيتعملش كتير، بيتعمل تقريبا مثلا 3 او 4 مرات في السنه. ده معناه لو انت بتفكر انت تدرس المانيا وماشي في طريق مثلا انت تتعلم اللغه، فمحتاج ان انت تبقى عارف المواعيد بتاعه الامتحان بتاع التستاف. لو انت ما لقيتهاش على الموقع بتاع جوتا دايركت، تستاف ده بيتنظم على مستوى العالم كله وله موقع او بورتال خاص بيه، فده معناه ان انت ممكن تخش تلاقي برده يعني تحط الدوله اللي انت عايز تمتحن فيها وهتلاقي كل المواعيد بتاعه مثلا السنه الجايه بتاعه تستاف، فانت تبقى سهل ان انت تنظم حالك، تشوف انا همتحن امتى وتقول اوكي انا همتحن في الشهر الفلاني اللي هو هيبقى مثلا كمان 3 4 شهور من دلوقتي، عشان تعرف ترتب نظام مذاكرتك وتحضير الامتحان وكده. الموضوع مش سهل يعني لو انت ما امتحنتش امتحان لغه قبل كده. زي لو انت اتقنت اللغه لحد مستوى بي 2 فانت بيبقى سهل ان انت تحضر نفسك للامتحان وتخش على طول، مش محتاج ان انت تقعد تذاكر مثلا مستوى سي اينز كله وبعد كده تبدا تحضر الامتحان. لا، هو معظم الناس اللي بتنجح يعني حتى في تيست داف بسهوله بتخلص بي 2 وبتبدا ان هي تحضر نفسها بس الامتحان. هقعد شهر شهر ونص بس مركز على ان انا انجح في الامتحان بتاع تيست داف. وعلى فكره لو وصلت للمرحله دي ونجحت في الامتحان ده بتقدم ان انت دايركت هتقدم على حاجه اسمها قبول غير مشروط، فده معناه ان انت رايح تدرس على طول ما عندكش اي متطلبات مثلا لغه او غيره. ودي اسهل واضمن طريقه ان انت تسافر بيها تدرس في المانيا، علشان ساعتها تكون بتتكلم الماني كافي ان انت تمشي حالك وتعرف ان انت تصرف على نفسك بعد ما تيجي، والحاجات دي اللي هي ممكن تخلي العيشه في المانيا بعد كده بالنسبه لك اسهل. فيعني برضه نصيحتي لو انت بتفكر تدرس في المانيا وهتدرس بالانجليزي، اتعلم لحد بي 2 وامتحن الشهاده اللي هي هتخليك بعد كده ان انت تقدم على جامعه على طول. ده
اسلم طريق. لو مش هتدرس بالالماني فانت مش محتاج في معظم الاحيان شهاده لغه بتقول ان انت تتكلم الماني، ولكن بس يكفي انجليزي علشان تقدم. فبتبقى محتاج ان انت تكون معاك تويفل او ايلتس غالبا 7 في معظم الجامعات، في جامعه بتطلب اقل من كده اللي هو مثلا 6 ونص. معظم الناس برضو بتمتحن ايلتس عشان شايفه ان هو اسهل. بصراحه ما عنديش فكره انهي اسهل من الثاني، بس يعني ايلتس سهل جدا ان انت تعرف ازاي تمتحنه في مصر. تكتب بس ايلتس مصر هتلاقي ان بيتنظم من بريتش كونسل في القاهره واماكن ثانيه، مش محتاجين ان احنا نقعد نتكلم فيه. في جامعات ثانيه لو انت بتقدم عليها بيبقوا طالبين مستوى قليل في الالماني زي مثلا A2 او A1. تاخد بالك برضو وانت بتقدم لو متطلبات التقديم فممكن ما تقدمش هناك، او يعني تقدم لو معاك الشهاده دي. لو انت غطيت معظم الحاجات دي اللي هو الورق المطلوب اللي هي شهاده المدرسه وشهاده الجامعه وشهاده اللغه، كشف الدرجات طبعا اللي هو الترانسكريبت بتاع الجامعه لو انت دارس بكالوريوس، دي الحاجات الاساسيه اللي انت محتاج تطلعها. الباقي بيعتمد عليك، زي ان انت تعمل سي في وخطاب دوافع ان انت ليه عايز تدرس في الجامعه المعينه ديت. طيب هل انت بتقدم على الجامعه دايركت ولا من طريق تاني؟ في معظم الاحيان بتقدم عن طريق تاني، وهو موقع اسمه يوني اسيست. يوني اسيست ده زي مثلا كده مكتب التنسيق، كل الطلبه الاجانب بيقدموا عن طريقه لو هم رايحين يدرسوا في جامعه في المانيا. 90% من الجامعات الالمانيه بتتعامل عن طريق يوني اسيست، فده معناه ان انت لو في برنامج دراسي الجامعه مثلا تطلب من الطلبه الالمان ان هم يقدموا على موقع الجامعه، فانت بيبقى غالبا مكتوب ان انت لو انت طالب اجنبي ما تقدمش عندنا دايركت ولكن قدم عن طريق يوني اسيست. طب هم ليه بيعملوا كده؟ هم ببساطه مش بيبقوا عارفين الشخص الاجنبي اللي جاي دوت الشهادات بتاعته دي فعلا يعني حقيقيه ولا لا. محتاجين حد ثالث، مصدر ثالث يفحص الورق ده كله ويقول اوكي الورق ده كله تمام صحيح واحنا اعتمدناه، وبيبعتوا بقى الابلكيشن بينهم الجامعه، حد وسيط يعني بينك وبين الجامعه في المانيا. فده معناه ان انت محتاج ان انت تعمل اكونت في يوني اسيست. يوني اسيست ده بفلوس، لو الارقام دي ما اتغيرتش فهو اول تقديم لاول جامعه بيبقى ب 75 يورو، وبعد كده كل برنامج تاني بيبقى ب 30 يورو. فده معناه مثلا انت لو مقدم على 5 6 جامعات الموضوع بيخش له مثلا في 200 يورو. انت تعمل حسابك ان انت الجامعات اللي بتقدم عليها كلها ان انت يكون عندك ان شاء الله فرصه فيها، وتكون هي دي الجامعات اللي انت عايز تسافر تدرس فيها. التعامل مع يوني اسيست سهل جدا، كل اللي انت بتعمله ان انت عندك لسته بالجامعات اللي انت هتقدم عليها، عارف ان كل واحده فيهم اخر ميعاد تقديم فيه امتى، فانت محتاج ان انت تقدم الطلب بتاعك على يوني اسيست بدري، علشان يوني اسيست بياخد تقريبا 4 ل 6 اسابيع ان هو يفحص الطلب بتاعك. فده معناه ان انت لو ديدلاين كمان اسبوعين ممكن يوني اسيست ما يلحقش يفحص الطلب بتاعك والطلب بتاعك ما يوصلش للجامعه قبل ميعاد الديدلاين. كل اللي انت بتعمله ان انت تعمل اكونت على يوني اسيست، بتدور على كل برنامج جامعه انت كنت حاطه في الليسته بتاعتك، تبدا تقدم عليه وهو بيقول لك ايه الورق اللي المفروض ان انت ترفعه. الورق اللي انت هتطلعه من الجامعه محتاج يكون متوثق، زي ما الباسبور بتاعك برده يكون متوثق. متوثق منين؟ متوثق من السفاره الالمانيه في القاهره عن طريق برده مكتب وسيط تاني اسمه TLS. بس انت ممكن ترفع ورقك على يوني اسيست قبل ما توثقه لو موضوع التوثيق ده مثلا بياخد وقت ان انت تلاقي ميعاد والى ذلك، وبعد ما خلاص ان هم يكونوا فحصوا الورق ممكن ترجع تبعت لهم الورق تاني بعد ما تكون وثقته. دي معلومه في ناس كتير بتهيألي ما تعرفهاش، بس دي بتبقى مهمه لو الوقت ضيق بتاع التقديم الكلام ده. لما يوني اسيست بيفحص طلب يبعته للجامعه، لو ان شاء الله جالك مقعد دراسي في الجامعه اللي انت نفسك تدرس فيها او من كذا جامعه، بتقارن ما بينهم على حسب ايه الافضليه في المدينه مثلا بتاعه المعيشه. اذا كان دي مدينه المعيشه فيها مش غاليه، فيها فرص شغل ان انت تعرف تشتغل مثلا جنب الدراسه عشان تصرف على نفسك، او ان انت بشكل عام تلاقي فيها شغل بعد ما تخلص دراسه، تختار ما بينهم وبتقبل ان انت تروح تدرس عندهم ولا لا. طبعا قبل ما تقبل ان انت تروح تدرس عندهم بتحتاج ان انت تقدم على فيزا، ودي الخطوه اللي بعدها اللي هي يعني تبقى صعبه شويه ان انت يبقى معاك حساب مغلق. لو انت ما بتعرفش، لو انت رايح تدرس في المانيا او بشكل عام بتقدم على فيزا طويله المدى في المانيا وما عندكش دخل ان انت تروح على شغل مثلا، فانت محتاج تقدم اثبات للسفاره ان انت قادر ان انت تكفل مصاريفك الشخصيه. فانت بتحط المبلغ الشهري اللي هي المانيا شايفه ان الطالب محتاج ان هو يصرف بيه على نفسه في الوقت بتاع تصوير الفيديو ده حوالي 990 يورو في الشهر. حط بقى 12 شهر في حساب في المانيا وبيتقفل عليه، ولما تسافر ان شاء الله بينزل لك منه بس المبلغ الشهري ده كل شهر لمده سنه قدام. طبعا ده بيبقى عائق قدام ناس كتير. لو انت عرفت تعمل حساب مغلق دوت فانت مش قدامك اي عائق تاني ان انت تسافر تدرس في المانيا. بتحط الفلوس في الحساب المغلق دوت، بتاخد تاكيد للغلق وبتاخد الجواب بتاع القبول اللي انت خدته من الجامعه او اللي جالك من الجامعه بعد ما انت تكون قدمت عليها، وبتقدم على فيزا في السفاره الالمانيه في القاهره. الخطوات الاساسيه ببساطه ان انت تقدم على دراسه في المانيا. تهيألي الموضوع مش محتاج انه يكون معقد اكتر من كده. اهم ده ان انت يكون عندك خطه ان انت فعلا هتعمل ايه لما تسافر تدرس ان شاء الله. التخصص دوت هل في فعلا شغل في سوق العمل بتاعه ولا لا، بحيث ان انت الخطوه دي تكون خطوه صح بعد ما تخلص ان شاء الله دراسه ان انت تلاقي شغل بسهوله. لو انت عندك اسئله ثانيه في الموضوع ده او اي افكار لفيديوهات ثانيه ممكن تقولي في الكومنتات، هتبسط جدا. لو تعرف حد بيفكر ان هو يسافر يدرس في المانيا الفيديو ده ممكن يساعده، ممكن برضه تبعته له، ممكن تشارك في القناه عشان تشوف الفيديوهات الجايه. بس اشوفكم فيديو جديد.